تخليدا ليوم الأرض وبدعم من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نظم النادي البيئي والصحي بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية الملتقى الإقليمي الأول للأندية البيئية. الملتقى يهدف إلى نشر الوعي البيئي في صفوف التلاميذ. سالك رحل ويوسف زعواطي ومبارك باز في المتابعة. عملية التدوير والمحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي في صفوف الناشئة ورشات ضمن أخرى تم تنظيمها خلال هذه الفعاليات لفائدة تلاميذ المؤسسة الذين قاموا بغرس مجموعة من الأشجار واستفادوا من دروس توعوية حول الحفاظ على الماء والبيئة. الملتقى نظم تحت شعار دور الأندية في نشر الوعي البيئي. واحد دورة شرفية لجميع المشاركين حول الحدائق التربوية الموجودة على المؤسسة، والتي تعود تقريبا لسنة 96 من 1996، وإحنا ما زلنا الحمد لله نحافظ على هذا الموروث البيئي الذي نفتخر به في مؤسستنا، ونتمنى أن يدوم هذا التواصل بيننا بين مؤسسات الإقليم. مدينة سمارة مدينة صحراوية كتكون فيها ثاني أكسيد الكربون والهيوميديتي طالعة شوية، وبالتالي نحاولوا نبنيو هذه العقلية عند التلاميذ باش نحافظوا على البيئة وتكون مدينة فيها الخضور، لأن التلاميذ ديال الأولى إعدادي وجميع المؤسسات غادي يبنيوهم باش تكون عندهم واحد الكفاية، يعني في الثانية إعدادي والثالثة إعدادي، لأنهم يحاولوا دائما يكون ما يحاولوش يفوتوا عليهم هذه الفرص ديال الأنشطة ديال البيئية اللي هي ضرورية. تعرفنا أولا في القاعة التي كانت مغلقة على كيفية المحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه، وبعدها قمنا بجولة استكشافية حول جميع المناظر الخلابة التي تتواجد في هذه المدرسة، وبعدها قمنا رفقة الأستاذ قمنا بمعرفة الميثاق البيئي، ميثاق حول البيئة، وقمنا بإصدار حقوق وما يقابلها من واجبات، ثم تعرفنا على بعض الأشجار التي تصبر ضد الماء، وهي الأشجار الشوكية مثل الصبار وأيضا النخل. واستفدنا من الورشة الثانية كيف نزرع النباتات وكيف نحافظ عليها، وتعلمنا كيف كان الفلاح عمله شاقا جدا جدا. فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للأندية البيئية نظمت تخليدا ليوم الأرض وبدعم من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان العيون السمارة ضمن برنامج سنوي للمجلس يخص مجالات مختلفة بالإقليم.